اللي قبيله كتب لي وقال لي وراها طائرات الاطفاء. الجزائر عندها اعتقد عندنا واحد ال 15 ولا طائره تاع كنادير، وطائره الكنادير غاليين، يعني ما راهيش متاحه للناس كامل. يعني دول العالم، الدول المتقدمه والمتطوره، الدول المتطوره تلقى عندها 20 طائره. بوسبير هذه تاع شكوبي كراو طائرات من اسبانيا، كراو طائرتين، كراو زوج طيارات من اسبانيا. هذا البهيم، هذا الحمير، هذول قاعدين يعلقوا عندكم والله ما عندهم الكنادير ولا غير يكروا فيه كراء. احنا الجزائريين شارينه بدراهمنا باموالنا. احنا راه في يوم واحد برك، يوم واحد، نهار واحد اللي هو تاع البارح 190 حريق، 190 غابه اتحرقت، وحنا عندنا 15 ولا 20 كنادير. مين واش راح دير؟ يعني ذكر كل فيلاج يشعل نبعثوا له كنادير لا غالب، يعني العدد محدود. نعاود نذكرك باللي بوسبير المروك ما عندهمش يكروا سكريه من عند اسبانيا. الدوله الوحيده اللي راهي شاريه بالدراهم، شاريه الكنادير وعندها طائرات اطفاء الحريق، هي الجزائر. والطائرات اللي عندنا 15 ولا 20 طائره راهم يطفوا بقدر الامكان. وعندنا الحمد لله عدد كبير تاع لي زيليكو ايضا يرفدوا، يعني السعه نتاعهم اكثر من الكنادير، ايضا راهم يساهموا، ولكن العدد كبير جدا ومهول تاع الحرائق. وكما قالت جريدة الخبر، يعني يطفوا من جهة تشعل في جهة أخرى، وهذا ما يرجح فيك فعلا أنه كاين يد إجرامية. اهرب 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 كاع اهرب اهرب، الله أكبر الله أكبر، اهرب الله أكبر، اهرب حضرت ما كاش انا الاخر، روح الله أكبر، ادعونا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر.